لو في صوت جواكي دايما بيقولك الراجل ده مش ليكي، بس انتي ما زلتي مصرة انك تكملي معاه، وصوت تاني بيقولك ان الشغلانة دي مش هتكون مريحة بالنسبة لك، ورغم كده بتوافقي، وان الصحبة دي هتأذيكي بس انتي بتسكتي وبتكملي معاه، وبعد ما تحصل الكارثة بترجعي تقولي يا ريتني كنت سمعت احساسي، وانا كنت حاسة كده من الاول. طب ليه ما سمعتيش نفسك من الاول؟ لو عمرك قلتي الجمل دي لنفسك، او الجملة دي بالاخص اللي هو انا كنت حاسة بس ما سمعتش نفسي، اكتبي لي في الكومنت دلوقتي. والفيديو ده ليكي. النهارده في حلقة جديدة من رحلة الأنوثة، هنتكلم عن حاجة الناس معظمنا بيستهتر بيها، ولكن هي من أقوى أسلحتك، ألا وهي الحكمة الداخلية الأنثوية، أو زي ما بنقول عليها بالبلدي كده الحدس، مش الإحساس، الحدس. طيب، في السريع كده هاحكي لك حكاية بنوتة هنسميها مثلا سلمى زي ما اتعودنا. سلمى بنوتة جميلة جدا ما شاء الله عليها، ومؤدبة ومحترمة ومتعلمة والدنيا كلها تمام. اتقدم لها راجل من بره كان مثالي جدا جدا ومتعلم ومحترم وشغال كويس وعيلته كويسة جدا وفي مرتبة كويسة. بس كان في حاجة غريبة وفي ايرور حاصل كده. كل لما تيجي تقعد معاه تحس دايما بضيق في صدرها كده، لو مش قادرة تنفس حاجة هي مش عارفة توصفها، بس مش عارفة كمان تقول عليها ايه، ولكن هي كانت دايما بتحس. فبعد ما الولد قدم وخلاص الدنيا تمام، راحت قالت لمامتها انا مش مرتاحة. فمامتها ردت عليها قالت لها لا، انت بتتوهمي، الكلام ده في دماغك بس، الراجل كويس مفيش حاجة تعيبه، بس انت اللي خايفة. فقالت لصاحبتها برضو انا حاسة ان انا في حاجة غلط، انا مش مرتاحة في ايرور حاصل. مش سبحان الله كل ما اجي اقعد معاه ما احسش ان انا مرتاحة. فصاحبتها قالت لها لا، انت اللي بتفكري كتير، ما تخليش الخوف ايه يضيع عليك الفرصة ولا لقطة يا بت، وقومي ايه وافقي. فسلمى قررت ان هي من كتر الزن ومن كتر ما هم اللي حواليها اوهموها ان هي غلطانة، فقالت لنفسها يمكن فعلا أنا اللي بفكر كتير، وبعد كده وافقت. وحصل اللي حصل مع معظم البنات زيها زي أي بنت، وافقت واتجوزت. وبعد 6 شهور بس من الجواز اكتشفت إن الراجل عنده مشاكل نفسية كتير جدا ما كانش بيقول عليها، وإن سلوكه المحترم الجميل والمؤدب وكده ده كله كان تمثيل، وفي الآخر طلع نرجسي متشخص طبعا. والضيقة اللي كانت بتحس بيها هي كانت تحذير، وللأسف ما سمعتش. بس لما قعدت تعيط وبتقول أنا يا ريتني كنت سمعت، يا ريتني كنت سمعت اللي أنا كنت حاسة بيه، وأنا كنت حاسة وكنت عارفة، بس للأسف ما سمعتش نفسي وسمعت كل الناس اللي حواليا. لو في أي لحظة في حياتك حسيتي بحاجة وتجاهلتيها، صدقيني هترجعي تندمي تاني في الآخر. واكتبي لي دلوقتي في الكومنت انا ندمانه اني ما سمعتش نفسي علشان اي حاجه عملناها، مش لازم تذكري الموقف. انا بقولك كده مش عشان نجلد نفسنا خالص، ولكن علشان نتعلم ان احنا نسمع الصوت اللي جوانا المره الجايه. طيب يا بوبو، احنا النهارده زي ما قلنا ان احنا هنتكلم عن الحكمه الانثويه الداخليه. يعني ايه اصلا يا بوبو الحكمه الانثويه او الحدس زي ما بنسميه؟ هو صوت جواكي انت كبنت او كأنثى بيقولك حاجه، ولكن الحاجة دي من غير ما يكون عنده دليل منطقي واضح. يعني هو مش صوت بيتكلم بكلام كده ونقدر ان احنا نسمعه، لا، هو صوت بيتكلم بإحساس ممكن يجيلك، سواء مثلا خنقة في صدرك، سواء قلق، سواء راحة، ده عكس الإحساس الأولاني. ممكن يجيلك برضو في شكل طاقة، اللي هو أحيانا يا إما حاسة بتقل في جسمك، يا إما حاسة بخفة على حسب الناس اللي حواليك، يا إما فلاش باك سريع كده بصورة أو موقف حصل أو مع شخص حصل معاكي. طيب، أو معرفة مفاجأة إنِّك تكوني عرفتِ معلومات من غير أي سبب واضح ومن غير ما حد يقول لِك. الناس ممكن تقول على الحدس أو الحكمة الأنثوية ممكن تقول عليها الحاسة السادسة، وفي ناس بتقول عليها الإحساس، في ناس بتقول عليه فراسة، في ناس بتقول عليه إلهام، ولكن الحقيقة إن ده نظام أصلًا ذكاء موجود في جسمِك أنتِ عشان يدلِّك على الحاجة الصح والحاجة المناسبة ليكِ، دي فطرة. طيب، طيب أنا إزاي أعرف إن اللي جوايا ده حدس ومش خوف؟ يعني مثلًا أكتر سؤال بيتسأل لي اللي هو أنا إزاي أعرف إن ده حدس مش مجرد خوف وقلق؟
فرق بسيط جدًا، جدًا، جدًا. الحدس هتلاقيه دايمًا الكلام اللي جواكِ هادي، واضح، في ثبات، في مرونة، ما يقعدش مثلًا ييجي زي الخوف أو القلق اللي هو إيه، حاجة فيها اضطراب كده، حاجة صوت غريب جواكِ بيصرخ ويفضل يخوّفِك، لأ، الحدس هتلاقيه دايمًا بيقول لِك لأ، من غير أي دراما ومن غير أي أفورة من أي ناحية، هتلاقيه هادي كده، اللي هو إيه، الراجل ده مش مناسب ليكِ مثلًا. هادي، واضح، وثابت، ما فيش أي سيناريوهات أو في أسباب ما بتتشرحش، عندِك مثلًا ما بيجيلكيش كبانيك أو قلق، ما بيشلكيش، لأ بل بالعكس هيحميكِ وبيعرّفِك حاجات أنتِ ما كنتيش تعرفيها. طيب الخوف هييجي يقول لِك إيه، الخوف كل الرجالة وحشين، أنتِ هتتجوزي وتتطلقي وتبقي وحيدة، هتلاقي دايمًا في دراما أو مبالغة. طيب الخوف ممكن يقول لِك كمان إيه، لأ ده شوفي الناس اللي بتتجوز دلوقتي الله يرحم بناتنا يا رب، حاجات ما نتمناهاش لألد أعدائنا أصلًا، فيفضل يخوّفِك ويقول لِك ده شوفي الرجالة دلوقتي بتقتل مراتاتها، وفي اللي بيرمي مراته، وفي اللي مش عارف إيه، هتلاقيه بيهوّل بطريقة بشعة جدًا، جدًا. فعايزاكِ دلوقتي توقّفي الفيديو وتفكّري دلوقتي في موقف أنتِ حسيتِ فيه بحاجة أيًا كانت هي إيه، حاجة حلوة أو وحشة جواكِ بيقولها لِك، ودلوقتي حاولي تفرّقي هل ده كان حدس اللي هو هادي وواضح، والّا خوف كان دايمًا صوت عالي ومُبالغ فيه؟ لو عرفتِ تفرّقي في الموقف ده اكتبي لي في الcomment. طيب إحنا عمّالين نقول الحدس، 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 وفي ناس كتيرة ما بتاخدش بالها، وفي ناس ما بتسمعلهوش، إحنا ليه أصلًا يا حبيبة ما بنسمعش الحدس بتاعنا؟ هو الأسباب كتيرة أوي، والأهم والسبب الأول إن إحنا اتعلمنا نثق في المنطق بس، يعني المجتمع دايمًا معلّمنا إن المنطق هو الصح وإحساسِك دايمًا غلط، وفي ناس كتيرة بقى تقعد تقول لِك أنتِ بتأفوري، لازم يكون عندِك دليل، ما تفكّريش بالعاطفة بتاعتِك وأنتِ بتحسّي كتير وبلا، بلا، بلا، بلا. فبقينا أي صوت جوايا بيتكلم نتجاهل الصوت ده ونسكّته ونخرسه كده وإن إحنا نسمع بس للمنطق. والمشكلة أنا عايزة أقول لكم إن الحدس أحيانًا بيكون عند ناس معيّنة أسرع بكتير جدًا وأدق من المنطق، فده النقطة اللي ما حدش يعرفها. اللهم صل على النبي. فإحنا دايمًا اتعلمنا في مجتمعنا إن إحنا نسمع بس لصوت العقل، فبنشوف فيديوهات viral كده اللي هو العقل بيسكّت القلب ويقول له إيه اركن أنت دوري الجاي، مش عارفة بيقولوها إيه يعني، ولكن ده ما لوش علاقة بالحدس، يعني دي مشاعر، ده إحساس، وفي فرق ما بين الإحساس والحدس. الحدس بيوجّهِك وبيحميكِ، الإحساس ممكن يكون مشاعر حلوة، مشاعر وحشة، ممكن يكون فيها مشاعر حُب، مشاعر تعلُّق، mix كده مشاعر أيًا كان ده ما لناش علاقة بيه. فالسبب التاني بقى إن إحنا خايفين نكون ما بين قوسين over أو مُبالغ أو دراما، زي ما بنقول drama الqueen المصطلح اللي طلع مؤخرًا ده. اللي هو تلاقي نفسِك يمكن أنا بافكّر كتير فعلًا، يمكن هُم فعلًا عندهم حق، يمكن ده وَهْم، يمكن أنا مثلًا شخصية paranoid اللي هو أنا عمّالة أشُك في نفسي وأشُك في الآخرين وإن ده بيترصّد لي وده مش عارف إيه، فتفضلي تسكّتي الصوت وتكمّلي عادي، وفي الآخر هترجعي تندمي، لإنِّك أنتِ كده بتأذي نفسِك بطريقة وحشة جدًا، جدًا، فخُدي بالِك وكمّلي معايا لآخر الحلقة، عشان هنقول 4 تمارين مهمة جدًا، جدًا، نتعلّم بيهم إزاي نسمع للحدس بتاعنا. السبب التالت والأهم إن الناس دايمًا بتقنعنا إن إحنا نتجاهل الصوت ده، اللي هو أنتِ بس متوترة، لأ الراجل كويس، ما تضيّعيش الفرصة من إيدِك، الفرصة دي ما تتعوّضش، أنتِ خايفة من الالتزام وأنتِ مش قد المسؤولية وبلا، بلا، 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 بلا. عايزة أقول لِك على حاجة مهمة، الناس اللي حواليكِ ما عندهمش الحدس بتاعِك ولا هيمرّوا بنفس تجاربِك ولا عندهم المنطق بتاعِك، كل واحد عنده الحدس بتاعه والمنطق بتاعه. فلو أنتِ سمعتيهم وتجاهلتِ نفسِك وتجاهلتِ صوتِك اللي جواكِ، هتندمي، لإن ما حدش عارف اللي فيها وما حدش هيحس نفس إحساسِك، أنتِ أكتر واحدة أدرى بالموقف وأدرى بالموضوع. طيب السبب الرابع بقى إن إحنا أصلًا ما اتدربناش إن إحنا نسمعه. الحدس زي أي عضلة في جسمنا لو أنتِ ما استخدمتيهاش لفترة طويلة العضلة بتضعف، ولو أنتِ استخدمتيها ومرنتيها وحاولتِ إن أنتِ تعملي لها تمارين طبيعي جدًا إن هي بتقوى.
واحنا طول عمرنا بنتجاهل الحدس ده. فعشان كده لازم تمرني حدسك من دلوقتي. طب ازاي يا بوبو عماله تقولي مرني مرني مرني؟ ازاي بقى تقوي عضله الحدس بتاعتك؟ 4 تمارين مهمه جدا جدا. اول واهم تمرين وبنعمله في الجلسات النفسيه كتير قوي هو البادي سكان او مسح الجسم. بمعنى، طيب، الحدس هو مش في دماغك، الحدس في جسمك كله. فقبل ما تاخدي اي قرار سواء صغير او كبير، واحنا طبعا هنحاول ان احنا نعمل التمرين دلوقتي على موقف صغير او قرار صغير. 5 هدوء بقى. اقعدي في مكان هادي وحاولي تقفلي عينيكي وفكري في الاختيار او القرار اللي انت عايزه تاخديه، سواء مثلا شغلانه عايزه توافقي عليها ولا لا، صاحبه عايزه تسيبيها ولا لا، علاقه عايزه تكملي معاها ولا لا. شوفي انت عايزه تعملي ايه، وحاولي 5 هدوء كده، ما تفكريش في اي حاجه، تفصلي دماغك خالص. انا عايزاكي تسالي جسمك. ايوه جسمك، اساليه هو فين الاحساس، يعني انا حاسه الاحساس ده فين دلوقتي؟ هل في صدري ولا في بطني ولا في رقبتي ولا في الحلق بتاعي؟ طيب هل الاحساس ده احساس بضيقه وضيقه نفس وخنقه وكده، ولا احساس بالراحه؟ طب هل انا حاسه بتقل ولا حاسه بخفه؟ هتسألي نفسك الأسئلة دي وعرفي إن جسمك بيعرف الإجابة قبل دماغك. فركزي كويس قوي 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 في إشارات اللي جسمك بيبعتها لك. عايزاكي تجربي التمرين ده على أي قرار صغير دلوقتي، اللي هو مثلا هروح المكان ده ولا لأ، هختار اللبس الفلاني ده ولا لأ. يعني شوفي اللي انت عايزاه. عايزاكي تقفلي عينيكي 10 ثواني واسألي جسمك. وطبعا لو جربتي اكتبيلي في الكومنت جربته وعايزة أعرف تجربتك. لو حسيتي بحاجة واضحة اكتبي أن جسمي رد عليا أو حسيت إحساس فلاني. ده كان أول تمرين معانا من ال4. تاني تمرين معانا بقى هو اسمه اليس اور نو. بمعنى إيه؟ التمرين ده بيدرب جسمك يعرف الفرق ما بين أو لأ، يعني ما بين كلمة وما بين كلمة لأ. ان احنا هنقعد قعده مريحه، سواء مثلا على ظهرك، على بطنك، على تقعدي مربعه، شوفي القعده المريحه اللي انت عايزاها. عايزاكي بقى تفكري في حاجه انت متاكده منها 100%، اللي هي يعني الاجابه بتاعت السؤال زي مثلا انا اسمي حبيبه. اه ده المفروض يعني انت حافظه اسمك وحاجه 100% انت متاكده منها. عايزاكي بقى تلاحظي الاحساس ده بقى في جسمك. هو فين؟ طب شكله عامل ازاي؟ وهنسأل نفسنا نفس الأسئلة بتاعت البادي سكان. طب هو ده إحساس؟ يعني إجابة السؤال معروف الإجابة بتاعته. عايزاكي بقى تفكري في حاجة عكس الأولانية. بمعنى، فكري في حاجة أنت متأكدة إن هي 100% لأ. يعني أنت مثلا عندك لا قدر الله 100 سنة، هو طبيعي لأ. طيب هتلاحظي بقى الإحساس ده، هتلاحظيه فين وشكله عامل إزاي. طب احنا بنعمل التمرين ده ليه؟ علشان جسمك يكون عنده الريفرنس او المرجع، اللي انت دلوقتي المرة الجاية لما تيجي تسأليه سؤال حقيقي هيعرف الإجابة من الإحساس اللي انت حسيتيه، او من إشارة جسمك او من رسالة جسمك. انت هتكوني عارفة مفرقة ان ده اوريدي اصلا إحساس انت حاساه ولا لا. طيب تاني تمرين تالت تمرين معانا هو الفيوتشر سيلف فيزواليزيشن. بمعنى ان التمرين ده بيستخدم الخيال علشان تقدري توصلي لحكمتك الداخلية. فالتمرين كله عبارة عن قفل العين، ولكن التمرين ده مثلا هتتخيلي نفسك بعد 10 سنين. انتي بعد 10 سنين كده بنوتة أحلى وأقوى وأحكم، يعني حكيمة أكتر وأكتر سلام وهدوء نفسي. فانتي دلوقتي هتسألي انتي اللي بعد 10 سنين، اللي هو هتقولي لها أنا في الموقف 1 2 3، أو أنا في الموقف ده انتي تنصحيني بإيه. عايزاكي تسكتي خالص وتسمعيها، يعني شوفي هتقولك إيه.
الfuture self بتاعتِك عندها الإجابات الكويسة جدًا اللي تقدر تفيدِك في حياتِك لو أنتِ ما عندكيش حد خبرة أو حد حكيم أكتر أو حد أكبر منِّك إنِّك تعرفي تاخدي منّه إجابات أو تاخدي منّه مشورة أو معلومة أو أيًا كان، ده في حالة إنِّك ما تعرفيش أو ما عندكيش. ده إحنا بنسميه في العلاج الجدلي خاصةً جزء اليقظة الذهنية أو الmindfulness بنسميه العقل الحكيم، بنتخيل حد أكبر مننا تمام، أيًا كان شكله بقى سواء إحنا أكبر حد كنا بنحبه مثلًا مش موجود معانا دلوقتي، الحاجات دي الحكمة إن الناس اللي أكبر مننا طبيعي جدًا لمّا بنيجي بنستشير حد أكبر مننا وخبير أكتر مننا ومَر بتجارب أكتر مننا. فالتمرين ده مهم جدًا لو أنتِ عايزة تاخدي قرار مهم في حياتِك وما أنتيش عارفة الإجابة الصح أو الطريقة الصح أو حتى القرار ده صح والّا غلط. التمرين الرابع هو الjournaling، إن إحنا نكتب كل يوم يا ترى الحدس بتاعي بيقول لي إيه النهارده. عايزاكِ تكتبي أول إجابة جات في بالِك من غير فلترة، من غير منطق، من غير أي حاجة، وتفضلي تسألي نفسِك كل يوم نفس السؤال. مع الوقت وأنتِ بتسألي وبتعرفي تجاوبي من غير فلترة، هتلاقي إن الصوت ده أصلًا بقى أوضح بكتير أوي عن الأول، عن أول مرّة سألتيه. فلو حابة إنِّك تبدئي تقوّي عضلة الحدس بتاعتِك، هتختاري تمرين واحد بس من ال4 اللي إحنا قُلناهم واعمليه من النهارده، واكتبي لي في الcomment اسم التمرين اللي أنتِ هتختاريه، سواء الbody scan، اليس or no أو الfuture self أو الjournaling. أنا عايزة أشوف أكتر تمرين هيتعمل ويفيدكم بجد، بجد، وهاكون ممتنة جدًا، جدًا وفرحانة لو أنتِ شاركتوني إجاباتكم في الcomment. طيب يا بوبو، أنا إيه اللي يضمن لي أو أنا أعرف منين إن الحدس هو اللي بيكلمني؟ 6 علامات تدل إن حدسِك هو اللي بيكلمِك بس أنتِ مش واخدة بالِك، وخدي بالِك من الإشارات دي كويس جدًا، سواء بيظهر لِك على هيئة أحلام متكررة في نفس الموضوع أو في نفس الموقف أو في نفس الشخص، أو صُدفة أنتِ بتسميها صُدفة غريبة بتحصل كتير جدًا، هي أنتِ مفكراها صُدفة بس هي إشارة من حدسِك. أو إحساس مفاجئ مثلًا إنِّك حد ييجي على بالِك فجأة وتتصلي بيه وتقولي له عامل إيه هيقول لِك مثلًا أنا كنت هاكلمِك دلوقتي وتلاقيه فعلًا محتاجِك، سبحان الله، دي حصلت معايا كتير جدًا. أو إحساس خنقة في صدرِك من غير أي سبب واضح، أنتِ ما تعرفيش مرّة واحدة كاتمة على قلبِك كده فجأة، أو راحة غير مبررة لمّا أنتِ تيجي تاخدي قرار معيّن، اللي هو أنا خدت القرار بس أنا مقلّقة، يعني لأ مش جاية معايا سكة، مش مرتاحة، فاعرفي إن حاجتِك بلاش القرار ده، أو flashback سريع كده في دماغِك بصورة أو موقف أو شخص، أو حتى إنِّك عرفتِ حاجة من غير ما تعرفي هي جات لِك منين، دي كلّها عبارة عن لغة حدس، تمام؟ في حكمة شعبية إحنا عندنا دايمًا بيقول لك القلب دليلك، أو اللي هُم اللي هو إيه، الإحساس ما بيكدبش، لو حسيتِ بحاجة صدّقي نَفْسِك وصدّقي الحدس بتاعِك بيقول لِك إيه، لإن الصوت اللي جواكِ ده حرفيًا أقوى مما تتخيّلي، ده نظام ذكاء كامل، نظام بيشوف اللي المنطق مش شايفه، نظام هيحميكِ، هيوجّهِك، ولكن لازم تتعوّدي إنِّك تسمعيه. فيا بنات، الحكمة الأنثوية مش خرافة، ده علم وموجود في جسمِك، ودي موجودة أصلًا فيكِ أنتِ كبنت أو أنتِ كأنثى، ما تسمحيش لحد إن هو يقنعِك إنِّك بتحسّي كتير أو أنتِ over، لأ، أنتِ مش بتحسّي كتير، أنتِ بتستخدمي نظام الذكاء بتاعِك اللي الناس التانية مش عارفاه ولا تعرف عنّه حاجة، وفي ناس مش عارفة تستخدمه أصلًا. فخليكِ واثقة في صوتِك، واثقة في نَفْسِك، واثقة في حدسِك. فيا بنانيت الحلوين، قبل ما تقفلي الفيديو عايزاكِ تختاري موقف واحد بس محتاجة إنِّك تاخدي فيه قرار، وأهم حاجة تعملي تمرين الbody scan اللي هو التمرين الأول، وبعد كده تختاري من ال3 الباقيين. عايزاكِ تسمعي الإجابة وارجعي اكتبي لي في الcomment إن أنا سمعت نفسي. لو الحلقة دي عجبتِك أو فتحت لِك باب جديد، اعملي subscribe للقناة وفعّلي زر الجرس عشان يوصلِك باقي الحلقات. وابعتيها لأي بنت بتحاول إن هي ممكن تاخد قرارات غلط، وإن هي مش بتسمع نفسها. وافتكري دايمًا إن الصوت اللي جواكِ أصدق من أي صوت براكِ. فاكتبي لي في الcomment أنا هاسمع نفسي، ولو فعلًا قررتِ شاركوني التجارب بتاعتكم في الcomment وهافرح جدًا، جدًا، جدًا. وأشوفكم في حلقة جديدة.